الله انتبه. أعوذ بالله من الشيطان ويا الكتابات انتبه. شوف 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 مين اجى؟ اجى من هنا وصل يم هذا الحائط. إذا شفتها تمشي بالكاميرا نصيحة من عندي إلك لا تظل تباوع عليها، يعني راح يصير وياك شي كلش مرعب. صور هذا المشهد في سنة 2018 وتحديدا بالعراق وتحديدا بالبصرة. من خلال هاي القصة راح تكره شك وجار عندك. قبل ما نبدي قصتنا لهذا اليوم سوي القلب احمر، لان ما راح تتكهرب. دوس هاي الزائد على مود كل مقطع عن نشره قبل يطلع لك وتتونس بيه، لان ما بقى شيء عن 100,000. حملة وصول امير الشيخ لل100,000. وتعال خلينا نبلش. شنو هو الشيطان؟ أن الشيطان شكل إلى وجود صورة حيوان، أن الشيطان يتصور كصورة النمو صارعون. قصتنا لهذا اليوم تبدي من شخص ساكن هو ومرته وجهاله الاثنين. مرة بالمرات اكو بنية صغيرة عمرها تقريبا يتراوح من 10 إلى 14 سنة، مبينة هي شكلها. دائما اشوفها انه تلعب ويا الجهال المجاور جوارينا. فاني شفت جهالي ما حد يلعب وياهم، فقررت انه ادز جهالي العب وياهم. لكن الشيء الغريب انه هاي البنية شكلها شوية يخوف، والشيء الأصعب من ذلك بأنه دائما تلبس ثوب أبيض وشعرها معكرش. أنا هذا الشيء اللي دائما يعني أخاف من عده بالنسبة لي، مو دور جهالي. لكن أنا مرات من من يوصل لعندنا أقول لهم جهالي لا تروحون تلعبون ويا هاي البنية، نشوفكم غير يعني طفل أو بنية لعبوا وياها بالمنطقة هاي. بحال إذا أكو يعني أطفال بالمنطقة وهاي أقول لهم عيفوا هاي البنية روحوا لغيره. لكن بحال إذا ماكو أطفال يعني أقول لهم روحوا لعبوا الأمر على الله. لكن مرة من مرات سمعنا صياح كلش عالي، وهذا الصياح من طلعنا بالشارع شفنا عالم متكومة على بنية، ومن دخلت بنصهم شفت هاي البنية شبه مخروعة. حسب ما يقولون الجوارين بانه هاي البنية تلبس بيها جن من قبل عتوي. هاي الساعة بيش اللي صارت بيها الحادثة ساعة بال5 أو ب6 المغرب. يعني تعرف شنو عتوي؟ يعني زبغ بوجهها عتوي، وانتم تعرفون شنو العتوي اذا زبغ بوجه البنية او الولد او الطفل او الطفلة، هنا راح يصير له شيء كلش مو حلو. هنا حبيبي المشاهد راح تبدأ قصتنا. مرة من المرات وتحديدا ساعة ب11 بالليل أو ب12 بالليل، مرة ساعة ب12 بالليل قعدنا على صوت صياح مالت نسوان وزلم. من قعدنا مباشرة فتحنا الباب وطلعنا للشارع عشان نشوف لك مجموعة مالت ناس متكومة يم البيت مالت آية اللي هي هاي اللي قلت لكم عليها الطفلة. ومن متكومين عليها فاجئنا بانه آية شانقة روحها. من شفنا هذا الموقف اني اجيت اغمى علي من كثر ما خايف. وشنو السبب؟ انه آية تشنق روحها. ما اعرف شنو السبب، يمكن السبب اللي ببالك. ولهنا انا من شقت روحها وماتت قرروا أهل آية إنه يشيلون من غير منطقة مجهولة. وهنا هم طبعا منطقة آية أنا ما قلت لكم طبعا جوارين آية صايرة جوارين، أنا بصفنا بيت يم بيت. مرة من المرات فوق 12 بالليل دائما من ننتقله لحد هذا يومنا نسمع صوت كلاب يكرمكم الله تنبح. ومين جاي الصوت؟ جاي الصوت من بيت آية. ونحن ظلينا خايفين ومصدومين، هاي الأصوات ليش دائما فوق 12 بالليل تطلع؟ لكن مرة من مرات جهالي ساعة ب7 وب8 طلعوا خارج المنزل بدون ما يستأذنون، طلعوا قبل اخذوا طوبة وطلعوا. ومن رجعوا علي قالوا لي ابويا بنية والله تونس باللعب. بنية
أنا والله مصدوم. بنية شني يا بنية؟ قلت لهم يا بنية بابا، هاي بنية بابا، البنية اللي لابسة ثوب وشعرها معكرش. أنا والله صافن هذا دول جاي خوف يشاقون، خوف يعني يضحكون وياي. أكيد يعني الجهال تعرفون انتم يعني إن معقولة بنية تعود للحياة؟ سهيجن والله. ظليت يعني ما مصدقونكم تضحك. اليوم الثالث، اليوم الرابع، هذول قاموا يطلعون ويجوني بوقت ب11 ب12، لكن من يجوني دائما ينزعون نعولتهم. حشاكم الله، اكرمكم الله. اباوع بنعولتهم شعر. هذا الشعر منين يجي؟ سألتهم بويتهم شنو ويا من لعبتوا؟ شنو هذا الشعر؟ شنو شكو ويا من لعبتوا؟ طبعا اجوا عليه وقالوا له ابويا كل ساعه نسولف لك بنيه اللي شعرها معكرش ولابسه ثوب ابيض، هي هاي اللي تلعب ويانا، وهاي لعبه تونس كلش، تونس وياها بابا، خليها تجي تطب ببيتنا. طب ببيتنا تلعب ويانا وكم بابا يا هاي، بس لا تقصدون على آية. انا جاوبوني اطفالي وقالوا لي اي آية. بابا يا آية مو ميتة صارها بالاسبوع. انا اطفالي قاموا يضحكون ويقولوا لي بابا ايش فيك؟ والله العظيم موجودة وجاي تلعب ويانا. انا ظليت صافن دول جاي يسولفون. والله لهناك اجاني، انا كنت نايم وتحديدا ساعة ب3 بالليل، اجاني ابني قال لي ابويا قوم اقعد. قعد من النوم، قلت له ابويا شو تريد؟ قال لي هاي آية شفتها فوق السطح قاعدة وممددة رجليها وجاي تلعب، بس الشي الغريب ابويا جاي تخوفني. قلت له ابويا ايش بيها؟ ابويا جاي يسولف انت؟ ابويا والله العظيم جاي يشوف آية تمشي شعرها وتسحول بيه. انا ظليت صافن دول جاي يسولفون يا الله، والله خوفوني. قلت له بابا صل على محمد، وانا تعال جيب مخدتك وتعال نام يمي. قمت اقرا عليهم ايات وشي الارعب انه هاي ذا البيت اللي بصفنا، ذول البيت اللي بصفنا جاي يطلع اصوات من عندهم مال شلاب واصوات مرعبه كلش. لكن انا جبت مره من المرات جبت كاميرات مراقبه ونصبت ببيتنا، وبعد ما شديت كاميرات مراقبه شفت شي جدا مرعب. شوفوا الشي اللي شافه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان شي الأغرب انه آية ظهرت بالتصوير ورجليها مالت ماعز. وبقى السؤال إلك يا عزيزي المشاهد، إذا شفت هاي البنية شنو هو شي تسوي؟ اكتب لنا بالتعليقات.